وهنا يا حبايب هذا الشكل النهائي لوصفتنا اليوم اللي هو صاج الدجاج. وغلب حبايب مقتوبي، يلا نطبخ سوا نخلي بيتنا يفوح ريحة طيبة. حبايب وصفتنا لليوم هي صاج الدجاج. عندنا هنا كيلو صدر دجاج. التتبيلة السائلة عندنا لبن، عصير برتقال، عصير ليمون، زيت الزيتون، وشوية من الخل الأبيض. والتتبيلة الجافة عندنا بابريكا، فلفل أسود، ثوم مطحون، بهار شاورما، وزنجبيل، وقشور البرتقال. خليكم ويانا نقطع صدر الدجاج. وهنا راح نبلش بتقطيع صدر الدجاج. راح نقطعه شرائح هيجي طولية، يكون بهالخفية هيك شي. وراح نبلش التقطيع، تكون تقطيع طولي. وهسه بعد ما قطعنا صدور الدجاج وصارت عندنا بهالشكل، راح نضيف التوابل. هسه يا حبايب ضفنا التتبيلة كليتها، راح نبدي نخلطهم. أقل شي قلنا نبقيها ساعتين، وإذا يكون قبل ليلة تكون أفضل. وهنا يا حبايب بعد ما خلينا الصدر دجاج وشوفوا شلون صعد عندنا المي، راح نبدي نقلب بيه شوية شوية. ملاحظة صدر الدجاج ما يحب طبخ هواية. هنا يا حبايب بعد ما نشف عندي المي بهالشكل، راح أبدي أحمس. راح أبقى أحمس بيه على مود لا يلزق. يا حبايب كملت عندنا الشاورما صارت بهالشكل. وهسه يا حبايب راح نبلش باللف. راح نضيف الثومية ونوزعها بهالشكل، نضيف البوتيتا المقلية، ونضيف المخلل، وراح نضيف شاورما الدجاج. يا حبايب بأي طاوة عندنا راح نحميها وندهن الوجه مالتها، وراح نسقط بيها الصاجيات هيك بهالشكل. أنا عندي هاي الطاوة راح نخليها بهالشكل. شو راح نسوي؟ راح نضغط بالماعون يعني دقيقتين أو دقيقة، بس على مود تاخذ وجه الصاجية وجه الطاولة المخططة، وبنفس الوقت تكبس عندنا هالشكل. وهنا أنا بعد ما قلبناهن صارت عندنا بهالشكل هذا. راح أكمل الباقي وأرجع. وهنا يا حبايب هذا الشكل النهائي لوصفتنا اليوم اللي هو صاج الدجاج. أتمنى ينال إعجابكم. لا تنسون أخذكم قد باللايك والاشتراك حتى تشوفون كل شيء جديد. باي باي.